أول أمر نستقبل به هذا الشهر الكريم هو الفرح بقدومه والاستبشار بحلوله، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه، يعني لفضله ومنزلته. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه فقال: أتاكم رمضان، يعني ضيف كريم عزيز مبارك، فاستبشروا وافرحوا بقدومه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، يعني إذا أتى رمضان يهنئ الناس، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بحلوله وقدومه، فهو ضيف كريم وضيف عزيز مبارك. جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من شهر هو آتي.